هل عمرك سألت نفسك سؤال بسيط بس إجابته ممكن تغير حياتك؟ السؤال هو: يا ترى أنا فعلا شايف نفسي ولا شايف صورة قديمة مرسومة عني ولسه ماشية معايا لحد النهاردة؟ صدقني معظمنا شايف صورة قديمة مرسومة عنه، مش نفسه الحقيقية. وهنفهم ده النهاردة من قصة نادر. ولو لقيت نفسك بتقول إيه ده أنا، ولا يهمك، نادر ده إحنا كلنا تقريبا. نادر كان راجع من الشغل تعبان ومضغوط كالعادة، وشكله بيقول محدش يكلمني ولا يجي جنبي. دخل البيت، مامته بتكلمه فتعصب عليها، فقالت له جملة بسيطة، قالت له انت اليومين دول عصبي قوي يا نادر. جملة عادية مش كده؟ مجرد ملاحظة، مش هجوم يعني ولا نقد مهين، بس عقل نادر دايركتلي ترجمها لتمام أنا أسوأ شخص في الدنيا. طب ليه حصل كده؟ لأن العقل عنده فلتر غريب. لو صورتك اللي جواك أو صورتك الداخلية أو فكرتك عن نفسك سلبية، أي كلمة هتتقالك الفلتر هيعمل لها ريميكس سوداوي في ثانية. زي مثلا حد يقولك ايه ده انت شكلك تعبان، وعقلك يرد اه اكيد انا شكلي زي الزفت. ايه اللي بيحصل في دماغك وقتها؟ لما تسمع ملاحظة بسيطة، المفروض ان دماغك بيسمع ويحلل وبعدين يبتدي يرد. ده المفروض، لكن دماغ نادر وزيه ناس كتير بتعمل حركة سريعة، بتاخد الجملة ويكمل عليها من عنده. ليه؟ لأنه مش بيسمع الكلام زي ما اتقال، هو بيسمع الكلام بعد ما بيدخل وبيتفلتر بالفلتر الداخلي ده. الفلتر ده ممكن يكون عبارة عن ايه؟ أنا مش كفاية، أنا دايما غلط ومحدش بيقدرني. وأي كلمة أنت بتستقبلها من حد بتتلون بالفلتر ده. نرجع لنادر. نادر دخل أوضته وقعد في الضلمة، وأول حاجة حسها إيه الهدوء المريب ده؟ ليه؟ لأن الهدوء معناه إن مفيش هروب. في الصمت أو السايلنس ده صوتك الداخلي بيبتدي يعلى وبيقولك أنت مخنوق ليه؟ بتجري من إيه؟ هو أنت عاجبك حالك؟ وأغلبنا بيرد لا 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 ثانية واحدة، أنت هتقرفني، أنا على طول هفتح تيك توك. لكن الحقيقة نادر المرة دي قرر ميهربش وسمع لصوته الداخلي، وسأل نفسه هو أنا متضايق من الدنيا ولا متضايق من نفسي؟ وده انسايت مهم جدا، لأن احنا مش بنشوف العالم، احنا بنشوف العالم بعقل مجهد. أوقات كتير مشكلتك مش مع الموقف نفسه، لكن مع الإحساس اللي بيتحرك جواه من الموقف ده. زي واحد لابس نضارة شمس جوه البيت ويقولك هي ليه الدنيا ضلمة كده؟ ما هو يا ابني المشكلة مش في الدنيا، المشكلة في النضارة اللي انت لابسها. فلما حد ينتقد حاجة بسيطة أو حد يعلق تعليق عادي، عند ناس كتير المخ بيعمل ايرور وبيحس إنه في تهديد وفي إنذار وخطر. وده اسمه automatic threat mode. يعني إيه automatic threat mode؟ يعني إن العقل فاكر إن النقد معناه هجوم على وجودك أنت كشخص كامل. وده بيحصل لما المخ بيخلط بين السلوك والقيمة الشخصية، فبالتالي أي نقد للسلوك ده معناه هجوم على الذات كلها. نادر سأل نفسه سؤال تاني: طيب لو افترضت ان العالم عادي، فين الجزء اللي جوايا انا اللي بيكبر كل حاجة؟ في اللحظة دي أول مرة دماغه تحس إن هي اللي قاعدة على الكرسي قدام الأسئلة. فالنتيجة كانت إن الخوف جواه بدأ يهدى والوعي بدأ يعلى. في الشغل مديره قاله أنت متأخر شوية في التسليم. زمان لما كان نادر يسمع كده يا نهار أبيض، كان بيسمعها أنت وحش، أنت فاشل، أنت محدش راضي عنك. لكن المرة دي وقف لحظة وسأل نفسه هو بيتكلم عني أنا ولا عن الملف؟ وأول مرة يفهم إن مديره بيتكلم عن سلوك مش عن قيمته هو. ودي turning point، لأن الإنسان بيتحرر أول ما بيفصل بين اللي بيعمله وبين هو مين. نادر قرر يعمل تجربة لمدة أسبوع. كل ما يغضب أو ينفعل يسأل نفسه 3 أسئلة. أول سؤال: هو أنا حاسس بإيه؟ بغضب، بإحراج، بقلق؟ تاني سؤال: هل إحساسي ده مناسب للموقف ولا أنا ببالغ ومكبر الموضوع شويتين؟ تالت سؤال: الإحساس ده بيقولي إيه؟ ده إحساس مش بيهاجمني، بالعكس ممكن يكون إحساس بيوجهني. لما عمل كده المشاعر ما بقتش وحش، بقت رسالة. وبدأ يلاحظ حاجة مهمة جدا: أول فكرة تطلع في دماغه مش دايما حقيقية. وبدل ما بقى يصدقها بقى يسأل هو لازم تكون ضدي ولا ممكن يكون الموضوع أبسط من كده بكتير. ده بيسيب الأوتو بايلوت وينقل للوعي أو الأويرنس. وبقى نادر بيعامل نفسه كإنسان، يسألها ويسمعها ويهديها ويفهمها قبل ما يحكم عليها. وده غير كل حاجة.
وفي آخر القصة اكتشف نادر إن الدنيا ما كانتش ضده ولا الناس قاسية ولا الظروف ظلماه. هو كان لابس نضارة مش بتاعته. من يوم ما شالها الدنيا ما اتغيرتش، بس إحساسه هو اللي اتغير. ودي أهم حاجة، لأن الحقيقة هي لما بتغير الصورة اللي شايف نفسك بيها هتشوف العالم كله بشكل أوضح وأرحم. مش لأن العالم اتعدل، ولكن لأنك أخيرا بدأت تشوف بوضوح. بتمنى يكون الفيديو نور عندك حاجة، واكتب لي في الكومنتس شفت نفسك في نادر ولا لأ. شكرا و see you next video.